السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. جمعه مباركه عليكم وعلينا وعلى امه الاسلام اجمعين، ودعوه حلوه لاخواننا في فلسطين ولبنان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا يا رب، تعجب بقى اهل السماوات والارض. اللهم ارحم شهدائهم وشهدائنا، وارحم امواتنا واموات المسلمين اجمعين. يا حبيب قلبي يلا بينا كده نبدا الفيديو. ما ننساش نضغط لايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان اوصل لكم كل جديد. هنا صحيت الصبح، طبعا انا كنت في اسوان امبارح بالليل، جيت ورفعت لكم الفيديو متاخر، معلش. جيت البيت ما لقيتش فيه نت، فروحت شحنت وكده ورفعت لكم الفيديو على طول. صحيت الصبح بقى، صليت وبعد كده عملت لي قهوه باللبن سريعا كده. صحيت من النوم وكنت مصدعه، فعملت، حبيت ان انا اعمل قهوه باللبن، نص كوبايه لبن على معلقه ونص من البن، كانت اخر معلقه ونص في البن، وعلى معلقتين سكر كده، وخطيتهم في الكاتل الجميل ده ودوسته على طول كده، وما بياخدش وقت، اقل من دقيقه بجد بتبقى القهوه بتاعتك جهزت يعني وكده. بصي اليافطه اللي انا كتبت، كنت الاول كاتبه يوميات مروه، دلوقتي كتبت ميرو شانيل. ان شاء الله هغيرها معاكم كده. ما تنسيش يا حبايبي باللايكات، كل ما تضغطي لي لايك كل ما هترفعي لحد غيرك الفيديو بتاعي. وشكرا لكم جزيلا على كل كلمة وكل تعليق حلو كده. وهنا كانت خلاص القهوة، خطيت كده في الفنجان وهروح اشربه، وبعد كده اشوف ايه اللي ورايا. النهارده انا عملت كده غدا سريعا، عملت مكرونه بشاميل وفراخ بس كده، وهناكله بشويه بقى مخللات وخلاص على كده، لان احنا يعني جينا من اسوان وكده ما رحناش السوق. احنا طبيعتنا يعني في البيت عندنا ان احنا بناكل، اهم حاجه تكون الطبيخ ده، ويعني حاجه تكون مثلا ملوخيه، اي حاجه كده، وبتبقى في حاجه جنبيها صلصه ورز ومش عارفه ايه. احنا بنحب كده وقت الجمعه بالذات. فجينا احنا متاخر بالليل، فطلعت بقى، كانت في فراخ في الفريزر وكده، طلعت الفراخ وكان في لحمه مفرومه. عملت يعني مكرونه وكده، واشتريت مكرونه من بره، وعملت بسرعه كده الغداء السريع دي وبس، الحمد لله ونعمه ورضا. هنبتدي بقى. هنا انا كنت عامله كوبايه قهوه ليا، راحت ماما شربتها مني، كانت حلوه يعني. فرحت عملت بقى القهوه التانية، طلعت نص كوبايه، قلت مش مشكله. هنا بقى كنت خطيت الفول، علقت على الفول يعني وكده، ماما قالت لي خط الفول علشان ايه نتعشى بيه وكده. فخطيته وجيت جنب منه كده، كان في قشطه في التلاجة. احنا بقى لما بنغلي اللبن، بعد ما يغلي اللبن ويبرد شويه، بتبقى في وش كده على وش اللبن ده، بنشيله نحطه في العلبه ونخليه بقى في التلاجة في طبق كده او كسرونه كده، وبنخليها على طول يعني محطوطه في التلاجة، نشيل منها الوش ونخليه لغايه بقى ما يتجمع كميه وش حلوه كده، وبنيجي نعملها على البوتاجاز، يعني نقلبه كده بسيط، نخليها على البوتاجاز لغايه ما تسيح، ونقلبها تقليب بسيط كده مع نار هاديه، بتبقى لنا السمنه دي البلدي يعني. احنا كانت هي، انا وريتكم اللي هي نص البرطمان، لا بعد كده خطيتها على النار تاني على نار هاديه بسيطه جدا، ابتدت بقى تديني سمنه تاني، المرته بقت تديني سمنه تاني لغايه ما تعبت بقى البرطمان ده. كان نص رطل تمام، وكان مش عارفه يعني غالي عندنا، مش عارفه ب80 او ب100 حاجه زي كده. السمنه بقت غاليه، كانت الاول ب35 و30 والحاجات دي. فكده قلنا لا، احنا نعملها بقى واضمن واحسن، نعملها في البيت. احنا على طول على فكره بنعمل وبنشتري والله العظيم. لسه يا دوب برضو كنا مشتريين رطل يعني. فاحنا عامه بنحب السمنه يعني على بيض مسلوق، على حاجه كده حلوه، وفي نفس الوقت كده بتقوي عظمك كده، فاهمه؟
السمنة البلدي حلوة جدا عندنا. هنا بقى شوية بطاطس، بصل، على شوية فلفل، على شوية طماطم، على بهارات كده، وتبلتلك تتبيلة حلوة الفراخ. هسيبها في التلاجة كده. وبعد كده هنعمل بقى البصل للحمة المفرومة، احط فيها اللحمة المفرومة واقلبها، وفلفل، شوية فلفل وشوية صلصة كده بسيطة. وهبتدي بقى اعمل اللحمة المفرومة. سلقت بقى المكرونة، سلقتها وخطتها كده، وعملت المكرونه. عملت البشاميل اللي كانت حوالي، كترت مني البشاميل اللي هنا، عملت 4 معالق بشاميل وكيلو لبن وكده، بس حسيت ان هي كترت مني الدقيق. فبقت تخينه سيكه يعني. فبس رحت خطيتها بقى في الارضيه، وعملت المكرونه وطبقه اللحمه وطبقه المكرونه طبعا زي ما عارفين، وخطينا البشاميل في الاخر وخطيتها في الفرن. هنا بقى نرجع للتتبيله. كانت اتبلت واتشربت التتبيله. هنا جزر مع بطاطس مع بصل مع فلفل كده، خطيتهم بقى في الصينيه كده من تحت. وخطيت بقى، طلعت الفراخ المتبله دي، حطيتها بتتبيلتها كده في الفرن. بعد كده نزلت عليها باقي التتبيله كده في الوش، وشوية زيت كده خفيفة في الوش. وبعد كده حطيتها في الفرن مع المكرونة. كده كان ده غدانا يا حبيب قلبي. هوريكم دلوقتي بعد ما تطلع من الفرن. كانت ما شاء الله يعني عليها طعمة البشاميل جميلة جدا، والفراخ طلع يجنن بجد. هوريهولكم دلوقتي هو وطالع من الفرن. ما تنسوش بس حبيب قلبي تضغطوا لي بلايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويا ريت يا ريت يا حبيب قلبي توصلوني لل5000 حتى، لغايه من انا بس ان انا اربط الحساب الادسنس. الله يساعدكم ساعة الدارين يا رب، على قد ما تقدروا شيروا يا حبيب قلبي. وبس هنا زي ما بوريتكم بقى خلاص خلصت. رصيت الفراخ كده، فضل واحده بس هرصها وهدخلها الفرن كده، وحطيتها زي ما انتم شايفين. ادي المكرونه كانت في الفرن، وادي طلعت ما شاء الله المنظر لوحده يشهي. والمكرونه هوريها لكم. المكرونه دلوقتي هوريها لكم. بسم الله ما شاء الله المنظر جميل. بالهنا والشفا اللي هياكلوا. اشوفكم على خير، مع السلامه.